حالة طلاق بتتصدر الترند وبتكون أشيك طلاق في العالم العربي. تعال أقول لك اللي حصل. البلوجر اللبنانية إيمان نور الدين دي كانت بتطلق من زوجها، ووثقوا الطلاق كانوا في العربية وبيعملوا كده فلوج بتاع الطلاق. لما وصلوا للمأذون والمأذون برضو كان لبناني، الموضوع كله كان هزار وضحك بشكل شيك جدا، لدرجة ان المأذون نفسه استغرب من الموضوع. وكانت البلوجر ايمان نور الدين بتقول ان مش معنى ان احنا هنتطلق ان احنا نقعد نعيط ونبكي ونغلط في بعض والكلام ده كله. والمأذون اكد على كلامها وقال ان ده كلام صح مليون في المية، وان حتى الدين امرنا بكده. حالة طلاق كانت غريبة من نوعها، أول مرة نشوفها، ولكن فعلا أنا بتفق مع البلوجر إيمان نور الدين. الحلو كمان في الموضوع إن هي لما اتطلقت وخلاص تم الطلاق بشكل رسمي على ايد المأذون، ما رضيتش ان هي تسلم على جوزها بالايد، لان كده خلاص انفصلوا عن بعض. بصراحة شابوه للبلوجر ايمان نور الدين وطليقها، موقف حلو جدا وموقف نتعلم منه، بدل ما بنشوف حالات الطلاق اللي فيها شتيمة وفيها سب وفيها محاكم وفيها بلاوي سودا. نتعلم من حالة الطلاق ديت. انتوا بقى قولوا لي شايفين الموضوع ازاي من وجهة نظركم، وايه رأيكم في اللي عملته البلوجر اللبنانية إيمان نور الدين.